بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تحب ترتاح؟ بالنسبة لمشاريب الطاقة، المشكلة من واقع عملي لمدة من 6 شهور للآن صار يجيني فئة من الشباب أو البنات من 12 ل 20 سنة الضغط عندهم دائما مرتفع. طبيعي في خلفية هذا الشيء أكل الملح، الشيبس، زائد مشاريب الطاقة. مشاريب الطاقة معروف أضرارها، هم الشركات كاتبين عن عبوة يجب أن تكون أقل من 16 سنة، ممنوع حد يشرب هذا المشاريب. للأسف ما في كنترول على الموضوع، عم يصرف ويشربوه الشباب، وخاصة وقت الامتحانات الآن بيقوموا بحملة تسويقية لتشجيع شرب هذه المشاريب، وهذا خطأ. أوصي الآباء والأمهات بإعطاء أولادهم بيضة مسلوقة بالليل مع العسل، والصباح معلقة بن أسود بودرة تعادل علبة مشاريب الطاقة، ويقنعوا أولادهم بذلك. ما معقول أنا عندي الآن فئة من الشباب من 12 ل 20 سنة ضغطة 160 على 100، بعد 5 سنين 10 سنين هدول ايش حيصير فيهم؟ حيجي لهم مشاكل في القلب، حيجي لهم مشاكل في الشرايين، حرام. يبتدي بداية مشاكل في القلب وارتفاع الضغط ومضاعفاته. فلذلك أوصي دائما موضوع. وعلى فكرة كمان بالنسبة لأمريكا وكندا رفضوا دخول مشاريب الطاقة لمن 2 سمحوا بدخولها، شالوا لما شالت الشركات هي مادة التورين اللي مسببة لسرطان الكبد، هذاك الوقت سمحوا بدخولها في أمريكا، ونوع واحد موجود في أمريكا وكندا، لا يوجد أنواع أخرى. جينا هنا جو عملوا إيه؟ تفننوا، اخلطها مع البنادول مشان الواحد ينضرب مخه اكثر، اخلطوها مع المشاريب الاخرى. للاسف الشديد اوصيكم يا يا ابهات وامهات تنتبهوا على اولادكم وتنصحوهم بالنصيحه، لان هو الولد ربما ما يقتنع في كلامنا، يجي الصبح ينزل يشتري من السوبر ماركت. امنعوهم من مشاريب الطاقه. نجي على المشاريب الغازيه، ايضا سبب ضررها، تسبب ايضا الضغط والحصى في الكلى وضعف في العظام، وللاسف الشديد تنتشر ومنتشرة بشكل فظيع. أيضا أوصيكم بذلك للأطفال، مشاريب الطاقة زائد المشاريب الغازية، وننتبه عليهم بالنصيحة وليس بالعنف، لا يمتنعوا عن ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. دكتور الاسم؟ دكتور معكم دكتور محمد رفعت معصرجي، استشاري باطنية وقلب أوعية دموية.